السلام عليكم. في الفيديو ده هنحل مسألة اكس من شيت الريكيرجن. طيب تعال نشرح المسألة ايه على الوايت بورد. طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك انك هتاخد ماتريكس او اري 2 دي، تمام، من ان في ام، تمام. الاري ال 2 دي اللي هي معناها ايه؟ اللي معناها ماتريكس. طب هو عاوز ايه بقى؟ عاوزك تتحرك من نقطة البداية، ادي نقطة البداية، تمام، لحد ايه؟ نقطة النهاية. تمام جدا، حلو الكلام. طب مش انا بقول لك عاوزك تتحرك من نقطة البداية لنقطة النهاية، فمعنى كده ان في حركة، تمام. فهل انت هتتحرك كده عشوائي ولا هو عايز حركات معينة؟ بالظبط، هو عايز حركات معينة، هو محددها. تمام، بيقول لك ايه الحركات اللي انك انت مسموح لك بيها؟ لا اما تمشي يمين، تمام، لا اما تنزل تحت. تمام، يعني ادي الخليه اللي انت واقف عندها، اي مربع في الكلام ده في الماتريكس ال 2 دي او الاري 2 دي بنسميها ايه؟ بنسميها خليه. فايه الحركات المسموح لك ليها؟ انك تمشي يمين او تنزل تحت. طيب، يعني هو مثلا كان واقف هنا، تمام، فاختار اللي هو مثلا يمشي يمين. هو قدامه ايه؟ قدام ايه الطرق اللي هو يمشيها؟ لا اما يمشي يمين لا اما ينزل تحت. تمام، فهو اختار اللي هو يمشي يمين. هو كان واقف هنا قدامه الطريق اللي هو يمشي كده او يمشي كده، فهو اختار ايه؟ اختار اللي هو يمشي كده. فهو هنا لما وصل لهنا قدام ايه الطرق العاديه اللي هو مسموح لك بيها؟ لا اما تمشي يمين لا اما تنزل تحت. بس هل انت هنا في مكان تنزل فيه تحت؟ خلاص لا، ما هو اصلا دي اخر الخليه دي، مفيش اي خلايا تاني تحتيها، فازاي انت هتنزل تحت؟ تمام، فهيكونش قدامك طريق غير ايه؟ غير انك انت تمشي يمين، وبعد كده برضه هتمشي يمين، فانت هتوصل للستة. طيب هو عاوز ايه بقى؟ بما ان هو في كذا احتمال ليك، تمام، لأ عندك الخليه بتاعتك لا اما هتمشي يمين لا اما تنزل تحت، فانت كده عندك كذا احتمال. فهو بقى عاوز ايه فانت كده ايه؟ عندك كذا طريق انك توصل من البدايه للنهايه. فهو بقى عاوز ايه؟ بيقول لك هات لي طريق، اختار لي طريق بحيث ان كل الخلايا اللي فيها والارقام اللي فيها تديك ايه في النهايه؟ اكبر ناتج. تمام، يعني احنا هنا لما اخترنا الطريق ادتنا ايه؟ الناتج ادانا كام؟ 121. تمام، لو كنا اخترنا الطريق ده كان هيدينا ناتج كام؟ مثلا 100. تمام، فان هو الاكبر ال 121، فانت محتار انك انت تختار ايه؟ الطريق اللي هو ايه؟ يديك ناتج اكبر. تمام، تمام جدا. طيب ادي المسألة بكل سهولة. خلينا اديك بقى ايه هنت قبل ما نحل المسألة. انت دلوقتي قدامك ايه؟ قدامك انت تتحرك في كام طريق؟ في طريقين، تمام. طب يبقى معنى كده ايه؟ ازاي انت بقى شوف وهو عاوزك في النهاية تختار الطريق اللي هو يديك ايه؟ اكبر ناتج. تمام، فانت فكر ازاي بقى انت هتتحرك من الخلية اللي انت واقف عندها. ب... هتتحرك ازاي بطريقين وتختار انت تختار الطريق اللي هو في النهاية هيديك ايه؟ اكبر مجموع. تمام، تمام جدا. طيب يبقى فكرة الحل هتكون ازاي؟ احنا هنبدأ في البداية من اول الخلية، تمام. انت واقف عند اول خلية هتعمل ايه؟ بالظبط هتاخد المجموع بتاعها، تمام. وايه إيه الاحتمالات الممكنة بتاعتك انك انت تمشي يمين او تنزل تحت؟ طيب، احنا مش هو عايز في النهاية يعمل الماكسمايزيشن؟ فانت هتعرف ازاي تعمل الماكسمايزيشن؟ انا لما تمشي على كل الطرق، تمام. فانت دلوقتي وانت واقف عند الواحد هتمشي للتسعة وهتمشي للاتنين، تمام. هتمشي على كل الطرق الممكنة بتاعتك، تمام، وتخزن المجموع بتاعك، تمام، لحد ما توصل للنهايه. تشوف بقى انهي طريق اداك ايه؟ اكبر نهايه. طيب انا دلوقتي عاوز بس ايه؟ يعني انوهك على حاجه. اوعى تفكر بالطريقه دي. ازاي؟ مش احنا بيقولك انت عاوز اكبر مجموع، تمام، فانت واقف عند ايه؟ عند اول خليه، تمام. فانت ايه الاحتمالات الممكنه انك انت تمشي دلوقتي؟ لا اما تمشي يمين اللي هو الخمسه لا اما تنزل تحت. تمام، فانت واقف عند الواحد. فلما هتلاقي قدامك الخمسه وقدامك الاثنين، فايه افضل طريق انك تمشي له؟ بالظبط الخمسه اكبر من الاثنين، فانت تقول انا همشي من الواحد اروح ايه؟ للخمسه. طيب فلنفترض احنا لو مشينا من الواحد رحنا للخمسه، ايه هيكون ازاي؟ فانا لو مشيت على الواحد والخمسه همشي على الواحد وبعد اهو همشي على الواحد وبعد كده الخمسه، وعند الخمسه والواحد قدامي انهي طريق؟ ده لده، فمثلا هما الاتنين زي بعضهم، فمثلا هختار الواحد، هنزل تحت واحد، تمام. وبعد كده انت عند الواحد دلوقتي ما قدامك الطريق ده او ده، على اي حال ما هما الاتنين مش هيفرقوا، هتختار الواحد وبعد كده التمانية. تمام، فهتلاقي هنا المجموع ايه؟ المجموع لا هنا صغير مثلا 10. تمام، اما لو انت لا، انت كان قدامك الواحد وقدامك الخمسة وقدامك الاثنين، انت لو اخترت الحاجة الصغيرة، تمام، فانت في النهاية هتوصل لك ايه؟ هتوصلك هتمشي الواحد بعد كده الاثنين بعد كده العشرة بعد كده الواحد بعد كده الثمانية، هتوصلك للطريق ده اللي هو مثلا ب20. تمام، فهتلاقي ال20 دي اكبر من ال10، تمام. وعلى الرغم ان هو ايه؟ لما انت كنت واقف عند اول خلية ما خدتش
الطريق اللي هو قدامك دلوقتي على طول اللي هو باكبر خليه، لا. طب هو ده اللي بيثبت ايه؟ ده الحل اللي انك انت بتبص له، ده اسمه حل جريدي. انت بتبص للحاجه اللي قدامك دلوقتي على طول، اللي قدامك دلوقتي ايه اكبر حاجه دلوقتي قدامك. مش انت بتعمل ماكسمايزيشن؟ فانت دلوقتي الخمسه قدامك بالظبط اكبر من الاثنين، فانت هتمشي على الخمسه، تمام. بس الخمسه الحاجات اللي تحتيها صغيره، ارقام تحتيها صغيره، لكن على الرغم من الاثنين رقم صغير، بس الارقام اللي تحتيه كبير، فاداك ايه؟ اداك ناتج كبير جدا، تمام. وده اللي بيثبت ايه؟ بيثبت ان مش احنا قلنا قبل كده الريكيرجن ده سيرشنج الجوريزم بروت فورس. يعني ايه بروت فورس؟ بيجيب لك كل الاحتمالات الممكنه، تمام. فهو هنا جاب لك كل الاحتمالات الممكنه، تمام، ولد لك كذا احتمال. يعني هو ما هوش الخمسه. لو كان انت لو بصيت على الواحد ومشيت على الخمسه، فانت هنا بتبص على احتمال واحد بس. انت عند الواحد فانت بتقارن بين الاثنين والخمسه، لقيت الخمسه، تمام، فخدت الخمسه، تمام. وقدامك عند الواحد والاثنين، فبتقارن مين الاكبر. فانت في النهايه بتعمل ايه؟ باص واحد. طب انت ايه هتقول لي؟ طيب ماشي، طب مش احنا في النهايه، يعني انت في النهايه انت بتبص على ايه؟ مين اللي هيديك الخليه في النهايه ايه؟ مين هيديك الناتج في النهايه اكبر، تمام. فانت بتبص ايه؟ الحاجه اللي من تحت، تمام. فتقول له خلاص انا راح ايه اعمل العكس، تمام. فخلاص انا ابدا ايه من تحت، تمام. وبما ان هو كان بيمشي يمين او بينزل تحت، فانا هعمل العكس. بدل ما هو كان بيمشي يمين انا همشي شمال، وبدل ما هو كان بينزل تحت انا هطلع فوق، بما ان هو كان بيبدا من البدايه وانا هبدا من النهايه، تمام. فاحنا لو افترضنا ان احنا واقفين عند الثمانيه، تمام، فقدامك انت هنا الواحد والسبعه، مين الاكبر؟ بالظبط السبعه، فانت هتختار السبعه. فالسبعه بعد كده هتوصلك ايه؟ هتوصلك للطريق ده سبعه، سبعه، وبعد كده العشره، وبعد كده الخمسه، وبعد كده الواحد، تمام. لكن لو افترضنا ان انا اخترت الواحد، فانت هيوصلك لايه؟ انت لما خدت الواحد طلعت فوق لقيت 500، فالرقم كبير جدا. فبرضه هنا برضه بتثبت انك انت هتعمل ايه؟ هتاخد برضه ايه؟ واحد باص، تمام. لكن الريكيرجن طبعا بيديك ايه؟ كذا باص، تمام، تمام جدا. فاحنا خلاص احنا عرفنا فكرة الحل هتكون ازاي. وتعالى بقى دلوقتي نبدأ بقى نرسم ايه؟ نرسم التري. طيب التري هيكون عندنا اكزامبل زي ايه؟ مثلا زي الاكزامبل ده، تمام. ادي جريد بالشكل دوت، تمام، 3 في 3. طيب انت دلوقتي احنا عشان تمشي على على التري، تمام. فانت دلوقتي انت الجريد بتاعتك عبارة عن ايه؟ عبارة عن رو وكولوم، صح؟ صح جدا. فانت معناها انك انت ايه التري بتاعتك هترسمها على اساس ايه؟ الرو والكولوم. طب انت بما هتكتب رو وكولوم وصفر وصفر، فالموضوع هيبقى صعب بالنسبة لنا اللي احنا نكتبه. خلاص احنا ايه هنكتب على طول ايه؟ انا اخترت اللي هو الاكزامبل ده واحد اتنين تلاتة ما فيهوش متشابه، علشان ايه؟ خلاص بدل ما اكتب صفر وصفر، لا انا هكتب العنصر ايه نفسه، تمام. وهي طريقة في النهاية، يعني هي احنا طريقة هتسهل، يعني احنا دي طريقة تسهل علينا الحل، تمام. فمش لازم انك انت صفر وصفر، انت المهم انك تختار طريقة تؤدي لك ايه نفس الناتج، يعني تؤدي لك نفس الغرض، تمام. فاحنا هنمشي ايه على العناصر. انت دلوقتي واقف عند اول خلية اللي هي بكام؟ بواحد. طب قدامك ايه؟ قدامك طريقين، لا اما تمشي يمين، لا اما تنزل تحت، يعني لا اما هتروح للاثنين، لا اما هتروح للاربعة، تمام. فالاثنين لا اما هتروح للاثنين اللي هو يمينك، او تنزل لتحت اللي هو ايه الاربعة. طيب انت دلوقتي بقيت عند العنصر رقم اتنين. قدامك ايه؟ قدامك لا اما تروح يمين، لا اما تنزل تحت. خلاص يبقى اما هتروح يمين يبقى العنصر رقم تلاتة، لا اما تنزل تحت اللي هو العنصر رقم خمسة، تمام. انت لما دلوقتي كنت عند الاربعة، تمام. قدامك ايه؟ قدامك لا اما تروح يمين، لا اما تنزل تحت، بالظبط. يا اما تروح يمين هتروح للعنصر رقم خمسة، او تنزل تحت اللي هو ايه العنصر رقم سبعة. طيب انت دلوقتي لما كنت واقف عند العنصر تلاتة، قدامك ايه؟ مش احنا في الطرق العاديه اللي اما تروح يمين لا اما تنزل تحت. طب انت هل دلوقتي في حاجه يمينك؟ مفيش حاجه يمينك، ما هو الجريد اصلا خلصت، تمام. فمش هيبقى قدامك طريق غير انك ايه تنزل تحت. تنزل تحت هتروح للعنصر رقم كام؟ ستة. طيب عند العنصر رقم خمسة اهو قدامك يمين لا اما تنزل يمين اللي هو ستة، ويا اما تنزل اللي هو كام؟ تمانية. طيب عايز برضو انبهكم على حاجه. خلي لما تيجي ترسم التري خلي عندك حاجه ثابته. يعني ايه؟ انا دلوقتي واقف عند اول خليه، فلما لما اروح لناحيه اليمين، لما تطلع فرع من ناحيه اليمين ده هو مين هو؟ اللي هو العنصر اللي لما انك انت تنزل يمين. طب لما تروح الفرع بتاع على ايدك الفرع على الشمال، يبقى مين هو العنصر اللي هو ايه تنزل له تحت، تمام. بدل ما تخلبط نفسك، انا ممكن اكون هنا حاجه ثابته، لكن ممكن اكون هنا اتنين هروح اخليها خمسة وتلاتة، فما تخلبطش نفسك،
طيب لما تبقى عند العنصر رقم 5 ليه؟ ما زي ما احنا عملناه 6 و8. تمام تمام جدا. طيب لما تروح عند العنصر رقم 7 ده قدامك يمين بس، مش هتعرف تنزل تحت، ما هو الخلية هتخلص، الجريد خلصت، يبقى هتروح للعنصر اللي يمينك بس اللي هو بكام؟ ب8. طيب لما عند العنصر 6 ما قدامكش طريق غير انك ايه؟ تنزل تحت. تمام، يبقى هتروح للعنصر رقم 9. الستة اهو، يبقى هتروح للعنصر رقم 9. التمانية ما قدامكش برضه حاجة غير انك انت تروح للتسعة يمينك. تمام تمام. والستة عملناها اللي هي هتروح برضو للتسعة، هتنزل تحت. التمانية هتروح لليمين. التمانية هتروح لليمين. شوف بقى كام احتمال انت هتولده، كام باص انت هتولده. ادي 1 2 3 4 5 6. شوف كام احتمال. لكن انت لما كنت بنشتغل جريدي كده وبنبص لها من النظرة البدائية، فانت ما قدامكش الا باص واحد بس او حل واحد بس. لكن هنا ايه؟ عدد الاحتمالات اللي عندك 6 احتمالات. تمام، فانت هتجيب كل احتمال. يعني هو ممكن هنا في البدايه مشى واحد، بعد كده راح للاربعه، بعد كده راح للخمسه، بعد كده راح للثمانيه، بعد كده راح للتسعه، اللي هو مشى كيف؟ 1 4، بعد كده راح للخمسه، وبعد كده راح للثمانيه، راح للتسعه. تمام، فاحنا ده كل ده طرق هيمشي عليها. تمام، فاحنا هنجيب مجموع كل طريق من الطرق دي ونعمل لهم ايه، ونشوف الماكسمايزيشن ما بينهم بكام. بس كده. طيب كده التري خلصت، فاحنا دلوقتي بقى هنبدا ايه؟ نكتب الكود. طيب في البداية مش احنا قلنا احنا هنمشي على كل الطرق ونخزن المجموع بتاعهم؟ تمام، فهنخزن المجموع بتاعهم. يبقى انت هتعرف متغير جلوبال وتخزن فيه المجموع جلوبال برضو؟ لا بالظبط، هتعرف متغير ايه ضمن البارامتر بتاعك. ليه؟ لانك انت ما عندكش طريق واحد بس، انت عندك كذا طرق. تمام، وكل طريق ليه مجموع خاص بيه. فانت ازاي هتعرف متغير جلوبال؟ والمتغير الجلوبال مش هيكون ليه الا الا حل واحد بس، وانت عندك 6 حلول او اكتر كمان. فانت بالظبط هتعمل ايه؟ المتغير اللي هتخزن فيها المتغير هيبقى ايه ضمن البارامتر. طيب هنبدا بقى الريكيرجن بتاعك هيبقى ايه؟ طبعا انت هتعرف متغير بالظبط، يبقى ايه؟ فويد ريكيرجن. طيب زي ما احنا قلنا لما احنا جينا رسمنا التري، فانت التري بتاعتك بتكون على ايه؟ رو كولوم. ليه؟ لان دي خليه او جريد ماتريكس، فاكيد كل عنصر بيرمز لايه؟ هتمثله بايه بالظبط؟ برو وكولوم. تمام، وده حاجات انت يعني ايه عارفها. يبقى هنا رو وبعد كده ايه؟ كولوم. واتفقنا ان احنا بنخزن في ايه بالظبط؟ هنخزن في متغير اسمه ايه؟ sum. طيب حلو جدا. دلوقتي انت عاوز تعمل ايه؟ البيس كيس دي. ادي التري بتاعتك. انا عاوزك تركز قوي جدا في البيس كيس، لان البيس كيس يعني ما هياش حاجه ستاندر، انت كل واحد بيختار بيس كيس ايه زي ما هو عاوزه، على اساس التري بتاعته، وعلى اساس هو عاوز يمشي ايه ازاي. يعني انا مثلا في المساله دي حللت تقريبا 5 بيس كيس مختلفين. تمام، وان شاء الله هحاول اوضحه لكم برضه. بس خلينا في البدايه كده ايه نختار بيس كيس ايه سهله. طيب هتكون ايه هي البيس كيس بتاعتنا؟ مش انت هنا في كل خليه بتعمل ايه؟ بتعمل حاجتين. بتاخد قيمه الخليه اللي انت واقف عندها اهو. انا واقف عند اول خليه، بتاخد قيمه الخليه، او خلينا نطلع فوق. بتاخد قيمة الخلية اللي انت واقف عندها، وبعد كده بتروح يمين وبتروح شمال. تمام تمام. يبقى انت دلوقتي عاوز تعمل ايه؟ عاوز تجمع مجموع الخلية وتروح يمين وشمال. طيب انت لما توصل لاخر خلية بتعمل ايه؟ خلاص انت مش هتروح يمين ولا شمال، انت دلوقتي هتاخد مجموع الخلية دي بس. يبقى البيسكس بتاعتك ايه؟ انك انت لما توصل لاخر خلية عندك في الجريد هتاخد ايه؟ المجموع بس ايه بتاعها. طيب يبقى هنا هنقول له اف لو الرو بتاعتك دي الرو هتساوي ايه؟ ان ناقص واحد بالظبط، والكولوم هتساوي الام ناقص واحد. تمام، يبقى انت كده ايه وصلت للبيس كيس. طيب يبقى انت ساعتها هتعمل ايه؟ الصم بتاعتك هتاخدها. تمام، هتاخدها للعنصر دوت. تمام، وبكده مش هتنتقل بقى لليمين ولا ايه للشمال. طيب تمام جدا. خلينا نعرف المتغيرات ان وام، وبعد كده عندنا array من 15 اخرك هي 10، هنخليها 15. طيب دلوقتي ادي كانت البيس كيس بتاعتنا. بعد كده خلاص بما انها بيس كيس فهتكتب لها ايه؟ ريتيرن علشان تموت الفانكشن. طيب كلام جميل. بعد البيس كيس بنعمل ايه بالظبط؟ بتعمل الريكيرسيف كول. طب والريكيرسيف كول احنا عارفين بنعمله ازاي بالظبط؟ احنا هي دي كانت الرسمه بتاعتي. بتعمل ايه؟ على اساس الافرع بتاعت التري. حلو جدا. طب انت لما كنت واقف هنا رحت ايه؟ رحت الطريقين، رحت لليمين ونزلت تحت.
طيب بس احنا عاوزك تلاحظ حاجه، انت لما تفترض انك انت واقف عند الخليه دي، فانت ما نزلتش الا يمين بس، انا ما نزلتش الا، ما روحتش هنا الا نزلت يمين بس، وهنا ما نزلتش الا تحت او العكس يعني مش فاكر. فالمهم دي قدامها طريق ودي قدامها طريق، ولكن دول قدامهم طريقين، فانت لازم انت تخلي بالك من دي. يعني ايه؟ يعني هو لما يبقى واقف في اخر خليه، تمام، في اخر كولوم، تمام، في اخر كولوم، فهو ما قدامهوش الا طريق واحد بس اللي هو ينزل تحت. طيب وهو لما يكون واقف في اخر رو ما قداموش طريق غير اللي هو ايه، يمشي يمين. خلاص، فانت تهندل الكلام ده، تقول له اف لو انت واقف عندي اخر رو، تمام، اللي هو ان ناقص واحد، فانت ما قدامكش طريق غير انك انت ايه، تمشي يمين، صح كده؟ يبقى ساعتها هتقول له ايه، ريكيرجن، تمام، استدعي لي الفانكشن الريكيرجن اللي بعدك بايه، باليمين. يبقى الروح هتبقى هي لسه زي ما هي ثابته، والكولوم بس ايه، هي اللي هتتغير. حلو جدا، تمام. وطبعا الصم احنا اتفقنا اللي هو الصم ايه، انت بتعمل له ايه، بتجمع الخليه اللي انت واقف عندها بالظبط. يبقى هتقول له صم زائد الخليه اللي انت واقف عندها اللي هي بتاعت ايه، الرو والكولوم، تمام. يبقى هنا رو وهنا ايه، كولوم، تمام، تمام جدا. طيب دي كانت اول حاجه. تاني حاجه اللي هو ايه، انت كده واقف عند ايه، اخر صف. طيب عاوز تعمل ايه بقى، اخر كولوم، اخر عمود. يبقى هنا بدل الروح هتبقى ايه، كولوم، وبدل الان بالظبط هتبقى ام. طب انت في اخر كولوم بتعمل ايه، بتنزل ايه بس تحت. يبقى الرو هي اللي هتزيد، يبقى رو زائد واحد، والكولوم هتبقى ايه، ثابته طبعا، والصم زي ما هي، تمام. انت بتاخد الصم مجموع، بتزود على المجموعه الخليه اللي انت واقف عندها. طيب هو اف لو ما كانش كده، يعني هو كان اخر رو او ما كانش اخر صف، فانت هتبقى ايه، اي حاجه تاني، تمام. في اي حاجه تاني قدامها ايه، طريقين بالظبط، هتمشي يمين وهتمشي شمال. يبقى هتقول له هنا بقى else. خلاص انت باجي اعمل لي ايه، اعمل لي الاثنين الريكيرسيف، كل الاثنين دول، تمام، تمام جدا اهو. بس كده، وادي كده الفانكشن. احنا كده كتبنا البيس كيس بتاعتنا وعملنا ريكيرسيف كول، والستمنت يعتبر ايه، هي ما عندكش الستمنت، او الستمنت عباره عن ايه، عباره عن الكونديشن بتاعتك. بس كده هنبدا بقى ندخل المتغيرات بتاعتنا او الانبوت، تمام. عندنا دي جريد، واحنا اتفقنا ايه هي الجريد، اللي هو الاري 2 دي، تمام. احنا بنقول عليها ايه، بنقول عليها جريد. بس كده، وهدخلها اي وكي، تمام. وبعد كده هتستدعي فانكشن ريكيرجن بالظبط، انت ماشي على الرو والكولوم، فانت بتبدا من البدايه صفر وصفر، وبعد كده الصم، فانت اول قيمه هتديها للصم يعني بالظبط صفر، تمام. خلصت. طيب احنا كده عملنا ايه، كده انت عملت كل المتغير، كده انت ولدت كل حاجه. فاحنا هنا هتقول عند الصم، مش انت دلوقتي انت كده وصلت لاخر باص، هنقول له تعالى ايه رايك نطبع الصم ده ونشوف الكلام ده هو هيتعمل ازاي، تمام. تمام، ونحط له الاكزامبل، ادي الاكزامبل. فهنا شوف هنا كل الباصز اللي هو ولدها عنده 23 والكلام ده كله، وادي ال 24 اللي هي ايه، اكبر حاجه، اللي هم دول كام احتمال بالظبط، 6 احتمالات، تمام. زي ما احنا رسمنا التري برضو ادتنا كام، 6 احتمالات، بغض النظر عن الارقام طبعا، هي الارقام مختلفه بس بغض النظر يعني، هو ده طرق ملوش دعوه بالارقام، تمام. فاحنا دلوقتي انت عرفت كده كل ايه، كل الاحتمالات اللي عندك، فانت محتاج تعمل ايه بالظبط، تعمل له ماكسمايزيشن. يعني انت هنا هتقول له ايه، انت ماكس، والماكس ده هتعمل متغير فيه ماكس، فانت عشان تعمل ماكسمايزيشن ايه بالظبط، يبقى هتخلي القيمه بتاعته الابتدائيه اقل ما يمكن، اللي هي مين، اللي هي انت من بالظبط. وهنا هتقول له ايه، اعمل لي ماكسمايزيشن ما بين القيمه بتاعتك انت والقيمه بتاعت الصم بتاعت الطريق جديد، وفي النهايه هنقول له ايه، اطبع لنا الماكس بتاعك، تمام، تمام جدا. طبعا عشان كود فورسز، فاحنا لازم ايه، نلغي الكومنت. وتعالى بقى نجرب نصمت الكود. الكود فين اهو، الكود اكس، تمام، تمام جدا. طب احنا كده احنا حليناها بايه، بالفويد. واحنا برضو احنا بنحل بس بالفويد، فاحنا اكيد لازم نحل بحل تاني ايه غير الفويد. واحنا طبعا بنحل بالفويد ليه الاول، لان هو اسهل حاجه انك انت تعرف تحل ايه بالفويد. طيب ده كلام جميل. علشان احنا دلوقتي نغير الفويد، احنا طبعا الفويد معتمد على ايه، معتمد على الصم دي اللي هي البارامتر بتاعتك. فاحنا دلوقتي انت عاوز ايه، عاوز تشيل الصم من هنا، حلو، ونشيل الصم من هنا، وبرضه اكيد هنشيل ايه، المتغير الجلوبال، تمام.
طب انت عاوز هترجع ايه في النهايه؟ هترجع حل واحد بس، لما هتغير الفويد فانت هترجع حل واحد بس، يبقى اللي هو ايه برضه في النهايه هيكون ايه؟ هيكون مجموع. تمام، فهنخليه برضه ايه انت. طيب ده كلام جميل. شايف انت هنا في البيس كيس ايه اللي بيحصل؟ انت كنت بتزود على الصم ايه؟ السيل اللي انت واقف عندها، الخليه اللي انت واقف عندها، فخلاص واحنا اتفقنا اللي هو مع البيس كيس هنا لازم اي حاجه تاني غير الفويد بتخليها ريتيرن وبترجع لك قيمه. مش بترجع لك قيمه؟ طب ايه هي القيمه بتاعتك بالظبط؟ اللي هي الخليه اللي انت كنت بتجمع عليها. تمام، وهنحوش ده كده. تمام، حلو جدا. طيب دلوقتي انت بتعمل ايه؟ انت كنت هنا بتريكرس لليمين او بتريكرس هنا لليمين. تمام، وفي نفس الوقت بتجمع القيمه بتاعه الخليه اللي انت واقف عندها. مش انت بتجمع الخليه اللي انت واقف عندها بالظبط؟ خلاص، يبقى خد الخليه دي واجمعها على الريكرس اللي انت بتريكرسه. تمام، وشيل ده. تمام، وهي نفس النظام هنا. تمام، هو ايه ده تقريبا؟ دي اللي احنا عاملينها. لا هو انا اهو دي اللي احنا عاملينها، يبقى دي اللي تحتها. تمام، هنا هتعمل ايه بالظبط؟ هتحوش الصم دوا. تمام، وانت هتعمل ايه بالظبط؟ هتجمع الخليه اللي انت واقف عندها وبعد كده تريكرس. تمام، تمام جدا. بقى تحت هتعمل ايه برضه؟ هي نفس النظام. احنا زي ما احنا كنا عاملينهم في الكود الاولاني، كنا واخدينهم كوبي بيست، فهنا برضه هناخدهم كوبي بيست. تمام، تمام جدا. بس ادي كده خلص الموضوع. تمام، واحنا لو جينا بقى هنا هنصم طبعا. هنا الماكس ملهوش اي لازمه، هنا الماكس ملهوش اي لازمه. هنا عندك تو بارامتر بس، وهنا هتعمل له سي اوت على طول، دي معاها الناتج. تمام، فهتقول له سي اوت على طول. تمام، هنيجي بقى هنا نشوف التست. طبعا 7 طبعا حاجة غلط. طيب ثانية اشوف انا بقى السبب ايه وارجع لكم. كنت متخلط. مش احنا بنعمل هنا ماكسمايزيشن؟ تمام، فاحنا هناك انت كنت على طول انت بتريكرس على طول. تمام، لكن انت هنا انت بتعمل ماكسمايزيشن، فالموضوع معانا باظ اصلا. تمام، فهنلاحظ هو طبعا 7 اللي هو مين؟ اللي هو البيس كيس اصلا. تمام، لان هي دي دي طايره. مش احنا اتفقنا اللي هو مع الريتيرن. مع الريتيرن مش من نوع فويد. انت بتعمل مع الريكيرسيف كول لازم ريتيرن. تمام، فانا نسيتها دي. فهنا انت هتقول له هتقول له ريتيرن، وهنا هتقول له ريتيرن، وهنا هتقول له ريتيرن. تمام، بس انت هنا عندك اتنين بيس كيس او اتنين ريكيرسيف كول وانت بتعمل ماكسمايزيشن بالظبط. يبقى هنا هتعمل ماكسمايزيشن. ادي الماكس. تمام، وهتحط له هنا اهو، وخلاص على كده. طبعا هنا بدل الكولوم. تمام، تمام جدا. هي حلوه اللي انا غلطت فيها يعني، عشان برضه تلاحظها اكتر. تمام، هنا برضو طبعا ال 24. طيب خلينا برضو نمشي عليها تاني كده على طول. احنا بنقول لما يكون عندي ريكيرسيف كول من نوع تاني غير الفويد بتعمل لازم يكون مع الريكيرسيف كول لازم تستقبله في في ريتيرن. تمام، ليه؟ عشان يكون معاك الناتج ده. انت بتعمل ناتج. تمام، فانت لازم يكون تخزنه في مكان تاني، زي ما انت بيكون معاك مثلا اكس او اي متغير. تمام، بتخزنه في حاجه. عندك الخمسه دي هتخزنها اكيد في حاجه. فانت الريتيرن دي كانك انت بتاخد الناتج معاك، يعني انت بتخزن الناتج. تمام، فهيديك قيمه الناتج. واتفقنا برضو قبل كده اللي احنا لما يكون معانا ريكيرسيف كول بنكتب تحت جنبيها جنبها اي عمليه من العمليات الحسابيه. وديك انت عملت عمليه حسابيه اللي هو لا بلس وجمعت معاها. تمام، وهنا طبعا انت بما انك انت بتعمل تو ريكيرسيف كول. تمام، فخلاص يعني انت بتعمل بينهم ماكسمايزيشن. فادي الريكيرسيف كول الاولى وادي الريكيرسيف كول الثاني، وبتعمل ما بينهم بتعمل ماكسمايزيشن عادي، وبين كل ريكيرسيف كول والثاني عمليه حسابيه. تمام، وتعالى بقى نصمت الكود وبقى نبدا نعمل التريسنج كود بقى تاني. هنشوفها بقى ماشي ازاي. تمام، مساله اكس. طبعا التريسنج كود هيبقى كبير برضو، بس انا هحاول برضو اديكم مثال صغير. ادي جابت اكسبتد عشان تبقى فاهمين الفكره، والكود والفيديو صغير شويه. طيب هنبدا دلوقتي في التريسنج كود. طيب دلوقتي عايزين نقلل حجم السطور شويه. فاحنا عارفين ان احنا هنا اول ما بنشوف كلمه ريتيرن فاكيد مفيش اي حاجه تاني بنشوفها تاني تحت الكود. يعني اول لما هشوف ريتيرن مش هيشوف اي حاجه تاني تحتها، فاكيد الالس هنا ملوش اي 30 لازمه بالظبط. تمام، كمان كمان هنا في ريتيرن، فهنا مش لازم else كمان على طول اف. طيب ادي كان الكود هنا جللنا شويه الاسطر، ودينا انا واخد السكرينه. تمام، وهنبدا هنا. طب ايه التست بتاعنا بقى؟ ادي التست. تمام، تست صغير شويه.
وبرضه هنكون احنا فاهمين برضه في الفكره يعني. تمام. ومصغر جو كمان يعني. ادي التيست، وادي عندنا انت هنا السل بتروح يا اما تروح رايت يا اما هتروح ايه داون، والرايت هتروح على ايدك اليمين والداون هتروح على ايه على ايدك الشمال. وادي التري عندنا هنا كام حل؟ 3 حلول. طيب عندك 1 2 3 ادي التيست يعني. تمام. هننزل هنا بقى وادي السكرينه بتاعتنا موجوده. طيب هتبدا هنا الرو بكام؟ بصفر وصفر بالظبط، اللي هو مين؟ اللي هو العنصر واحد. طيب هل الواحد بس كيس؟ لا مش واحد بس كيس، يبقى هيخش فيها، هيخش في الكونديشن ده او في المكان ده، هيقول لي ايه؟ ريتيرن الماكس ما بين العنصر اللي انت واقف عنده زائد ريكيرس من اللي عندك. فخلاص اول ما هشوف الريكيرس هتروح تولد فانكشن تانية جديده ومالكش دعوه باي حاجه من تاني من تحتها بالظبط. تمام. طيب يبقى هتروح تولد ايه؟ هتروح تولد فانكشن تانية جديده. طب الفانكشن التانية الجديده عباره عن ايه؟ بيقول لك رو زائد واحد. طب وانت كنت واقف عند الرو بكام؟ بصفر، يبقى هنا الرو زائد واحد بكام؟ بواحد، والكولوم زي ما هي. طيب الواحد وصفر. تمام. ادي دي صفر ودي واحد، صفر وواحد اتنين. بيقول لك الرو بواحد، الرو بواحد والكولوم بصفر. ده قدامك ايه؟ ده انه كونديشن بالظبط، اللي هو الكونديشن بتاعت ايه؟ بتاعت الرو. تمام. اللي هو الرو بيساوي ايه؟ يبقى هنا هتقول له ايه؟ هتقول له القيمه بتاعت العنصر اللي هي 4 زائد روح ريكيرس تاني. هتريكيرس بايه بالظبط؟ ده هتريكيرس لليمين. تمام. هتزود هنا بالظبط، زود الكولوم، الرو زي ما هي بواحد والكولوم زائد بواحد. تمام. اللي هو العنصر ده. تمام. العنصر ده بالظبط ايه؟ هو اللي هو نفس الكونديشن. تمام. يبقى هتريتيرن مين؟ هتريتيرن المجموع بتاع القيمه بتاعه العنصر اللي انت واقف عنده، وريكيرس من عندك تاني. ريكيرس لمين؟ لليمين. طيب تعال نبدا نريكيرس لليمين. طيب الرو كان بكام؟ الرو كان بواحد، والكولوم كانت بكام؟ كانت بواحد. يبقى هتريكيرس بكام؟ زود عليها واحد بقت بايه؟ باتنين، اللي هي واحد واتنين اللي هو رقم 6. واحد واتنين ده اللي هو ايه؟ اخر رو واخر كولوم. فساعتها حتى ايه؟ هيخش للبيس كيس، هيريترن مين؟ هيريترن القيمه بتاعه الفانكشن بتاعه العنصر نفسه او بتاعه السيل نفسها اللي هي بكام؟ ب6. يبقى معنى كده ان الفانكشن دي هتموت وقيمتها ب6. طب انت عرفت قيمتها؟ ارجع من مكان السهم وعوض مكانك اهو. السهم جه من هنا. طب انت كنت في البدايه ما كنتش تعرف قيمه الريكيرجن دي او قيمه الفانكشن دي، دلوقتي انت عرفت، يبقى عوض لي بالقيمه بتاعتها. يبقى هنا 11، يبقى 5 زائد 6 بكام؟ ب 11. تمام. يبقى مش دي ريتيرن. تمام. انت مش هتسال نفسك في حاجه تاني تحت ريكيرسيف كول ولا لا. لا خلاص دي ريتيرن. يبقى ساعتها هي انت عرفت القيمه بتاعت ال 11 دي، فخلاص ريتيرن ال 11. طبعا انت هنا اول ما بتشوف ريتيرن مش بترجع قيمه الا ايه؟ الا لما بتقوم بتنفذ الحاجات اللي على شمالها، تخلصهم من الاول وتعرف تنفذهم ويكون معاك قيمه معلومه، تبدا بقى تريتيرن ليهم. تمام. يعني مثلا لما يكون عندك اكس 5 زائد 7. تمام. في البدايه انت بتعمل بتعرف قيمه الخمس الاكس على طول؟ لا، في البدايه لازم تنفذ العمليات الحسابيه دي الاول وبعد كده ترجعها للاكس. وهنا نفس النظام، تعرف تعرف قيمتهم كام وبعد كده ترجع. يعني الفانكشن دي ماتت وادتني كام؟ ادتني 11. عرفت قيمتها؟ ارجع عوض لي من مكان ما جيت. هنا هنعوض ايه؟ بال 11. يبقى 4 و11 فيها كام؟ فيها 15 بالظبط. يبقى الفانكشن دي كده ماتت وقيمتها بكام؟ ب 15. عرفت انت قيمتها؟ ارجع عوض من مكان ما جيت. انت جيت من هنا، يبقى هنا هنعوض لها ب 15. طيب هل انت واقف هنا عند ريكيرسيف كول؟ تمام. تمام. هل في حاجه تاني تحتك؟ بالظبط في حاجه تاني تحتك في نفس السكوب. تمام. يعني انت هنا كان ضمن دي الحاجات دي كلها ضمن الريتيرن. تمام. فانت الريكيرسيف كول بتاعتك دي ضمن الريتيرن، لانك انت هنا بتعمل ايه؟ بتعمل ماكسمايزيشن. تمام. فانت ما تفكرش اللي دي ريتيرن انت فتقول لي ده اخر حاجه زي ما احنا كنا بنعمل هنا. لا، ده انت هنا انت واقف، انت عندك ايه؟ كانك بتعمل اكس ماكس مثلا ما بين مثلا اي حاجه. تمام. فانت هتنفذ مثلا هنا مثلا 2 زائد 5 وبعد كده 2 زائد 4. فانت بتنفذ العمليات الحسابيه الاول وبعد كده بتعمل الماكسمايزيشن. فانت هنا بالظبط هتنفذ مثلا عمليات حسابيه لكل واحد، لكل الماكس بيكون بين طرفين، فانت هتنفذ الطرفين الاول بعد كده تعمل ماكسمايزيشن. طيب فالريتيرن هتراجع الماكسمايزيشن اصلا. طيب فانت دلوقتي هتبدا ايه؟ تشوف الريكيرسيف كول اللي تحتك. بالريكيرسيف كول اللي تحتك بتقول لي ايه؟ بتقول لي هات لي القيمه بتاعه العنصر اللي انت واقف عنده، اللي انت واقف دلوقتي عند الواحد. تمام. زائد ريكيرس بقى للفين؟ لانزل لتحت. انت كنت واقف هنا احنا لا قصدي انك انت تعمل ايه؟ تمشي يمين تروح لايه؟ للاثنين. طيب يبقى انت هتريكيرس لليمين. ادي الريكيرس بتاعك. هتروح تولد فانكشن تانية جديده
اهو مثلا هنا. تمام، انت كنت كام؟ الرو بتاعتك كان بصفر والكولوم بس هي اللي زادت، يبقى هتبقى الكولوم بكام؟ بواحد بالظبط. طيب الصفر والواحد دي هتروح ليه؟ لا، مش اي كونديشن من الكلام ده كله، اللي هو ده هيروح لليمين وهينزل لتحت. تمام، تمام جدا. طيب يبقى هيروح لمين؟ هيدخل في الكونديشن ده. تمام، اللي هو القيمه بتاعتك اللي هو بكام؟ باتنين، زائد ابدا ريكيرس بقى للمين؟ للي تحتك. تمام، يبقى هنا هدي ريكيرس نفس الرو اللي هو بصفر. تمام، والكولوم نفس، قصدي الرو زادت والكولوم لسه زي ما هي، اللي هي كام؟ واحد وواحد. تمام، واحد وواحد اللي هو بالظبط انهي كونديشن؟ بالظبط الكونديشن ده. طيب واحد وواحد القيمة بتاعته بكام؟ اهو واحد وواحد القيمة بتاعته خمسة، صح؟ طب يبقى هنا هتقول له خمسة زائد ريكيرس بقى للي جنبك، هتريكيرس برضو لمين؟ هتريكيرس اليمين. تمام، يبقى هنا الرو زي ما هو والكولوم زاد. واحد وواحد ده ايه بالظبط؟ البيس كيس دوا، يبقى هيرجع لي البيس كيس اللي هو اخر حاجه بكام؟ بستة اللي ده هيموت وهيرجع من مكان ما جه، هيعوض لي بقى اللي هو بكام هنا؟ بال11. يبقى دي ماتت خلاص وارجع عوض لي من مكان ما جيت، يبقى هنا هنعوض بكام؟ بالظبط ب11. طيب ال11 هل في حاجه تاني؟ يبقى 11 و 13. طيب في حاجه تاني من تحتك؟ هتقول لي في حاجه تاني من تحتي. مين؟ اللي هو الاري، اللي هو القيمة دلوقتي انت هتعمل صفر وواحد، اللي هو مين؟ صفر وواحد، اللي هو الأربعة. تمام، هو زي بعض، أنا حاسس لا احنا اتخلبط، لا احنا ماشيين صح. صفر وواحد اللي هو الأربعة. تمام، لأن الأربعة جت أصلا ازاي؟ انت كنت واقف. طب دقيقة بس عشان أنا حاسس إن أنا اتخلبطت. طيب يا جماعة احنا ماشيين صح وكله تمام، بس انا متخلبط فيها. انا قلت صفر وواحد، صفر وواحد، اعتمدت على انه ده، لكن هو صفر وواحد طبعا هو العنصر ده. يبقى هنا هيبقى كام؟ هيبقى هنا خمسة زائد، هتريكرس بقى ايه؟ هتريكرس لليمين. تمام، يبقى انت واقف هنا وهتمشي ايه؟ لليمين اللي هو ستة. حلو جدا. طيب يبقى هنولد هنا فانكشن تانية جديدة، هتريكرس لليمين. انت كنت هنا صفر اللي هو، طيب يبقى هتركز من اول صفر واتنين. تمام، صفر واتنين اللي هو مين؟ اللي هو العنصر دوا. تمام، فانت دلوقتي هتروح للتلاتة. تمام، العنصر التلاتة ده انهي كونديشن بالظبط؟ هيلاقي ايه في اخر رو. حلو جدا. طيب يبقى في اخر رو اللي هو كان العنصر بتلاتة، وهتبدأ بقى بعدها هتداون. تمام، فهتركز ايه؟ للي تحتك. تمام، تمام جدا. تمام، فانت هتنزل هنا بقى ايه؟ تحت بقى هتبقى الواحد والكولوم بقى ايه؟ زي ما هي، واحد واتنين اللي هو ايه بالظبط؟ اللي هو البيس كيس دي هنا. فانت هنا هترجع ايه؟ البيس كيس اللي هو احنا عارفين اخر هيرجع لاخر خليه اللي هو بكام؟ بستة. فانت هتبدا بقى ترجع هنا تعوض ستة وتلاتة كام؟ تسعة. كده انت خلصت. هل في حاجة تانية تحتك؟ لا، دي ريتيرن. يبقى انت هنا هيموت وهترجع لي الستة. ده جاي من هنا سهم، جاي من السهم اهو. الفانكشن دي جت من السهم، جت من السهم دوا. يعني هتعوض لي هنا بالقيمه بتاعتك اللي هي 6 5 11. طيب هنا هتبدا بقى خلصت هنا. هل في حاجه تاني تحتك؟ لا مفيش حاجه تاني. فانت دلوقتي دول بيقع تحت مين؟ تحت الماكسمايزيشن. يبقى انت هتماكسمايز ما بين ال 13 وال 11. الماكسمايز ما بينهم كام بالظبط؟ ب 13. يبقى الفانكشن دي هتموت وقيمتها بكام؟ ب 13. ارجع من السهم اللي انت جيت من عنده عشان تعوض. ادي السهم جاي من عنده من فين؟ من هنا. يبقى هنا هتعوض بكام؟ ب 13. 13 و 14، 14 وهنا 1 و15 بكام؟ ب 16. يبقى الماكسمايزيشن ما بينهم كام؟ ب 16. يبقى الفانكشن دي هتموت وقيمتها بكام؟ ب 16. تمام، ولو جينا بقى نجرب التست ده ونكتبه هنشوف بقى الناتج بتاعه بكام. تمام، هنا 2 و3، 2 و3، 1 2 3 4 5 6 ب 16 زي ما احنا ايه عملنا. تمام، حلو جدا. طيب انا كنت عاوز اقول لكم حاجه هنا انا نسيت يعني اعملها. احنا هنا في التري، مش احنا اتفقنا اللي هو التري بيبقى ماشي كده؟ تمام، وبعد كده اول ما بيخلص، تمام، انت خلصت دي فماتت. تمام، فرجعت لدي. دي كان ليها فرعين، ادي الماكس ودي الماكس اللي هو بتستدعي الحاجتين. فانت استدعت دي وماتت، فانت خلاص هتروح تكمل، هتمشي دي. تمام، واول ما تخلص دي هتموت فهتروح لدي، هيكون ليها فرعين، اللي هو الفرع اللي انت اصلا موته هيمشي على الفرع التاني.
تمام. ده اللي بيحصل في الماكسمايز في التريسنج. تمام. تمام جدا، زي ما احنا عملنا قبل كده مساله زي دي وكنت موضحها. تمام. ممكن احط له اللينك بتاعها. طيب دلوقتي انت اول حاجه كنت بترايت اليمين بتروح لايه؟ للرايت. تمام، زي ما احنا عاملين الرايت هنا. فانت هنا خليها ايه؟ خليها يبقى اول حاجه بينفذها اللي هو مين؟ اللي هو اليمين. تمام. فانا خليك يبقى انت خليك ماشي على التري بتاعتك. تمام. هنا كنت اول حاجه عملتها ايه؟ اول حاجه عملتها الداون. تمام. فانت لما تيجي تتخيل التري بتاعتك هتتخيلها ازاي؟ انك انت مش تمشي كده. تمام، لا غلط. كنت اول حاجه انك انت هتمشي ازاي؟ كنت خلينا ممكن نغير اللون ده ونخليه مثلا لون فاتح. خليه مثلا، لا ده الازرق، خليه مثلا اصفر. تمام. فالتري بتاعتك مش هتمشي كده زي ما احنا ماشيين على طول، لا هتمشي اول حاجه كنت واقف هنا هتروح لهنا. تمام، هتروح للخليه دي، هتروح للخليه دي. خلصت انت كل حاجه، فدي ماتت، دي ماتت، دي ماتت، دي ماتت. خلاص يبقى انت كده بما ان دي ماتت فانت بترجع للي جاب لها، فهتلاقي اللي جاب لها مين؟ ده. تمام. فانت هتخش بقى هنا. تمام. فاول حاجه هتجيب لها مين؟ هتجيب الطريقين دول. فانت هتختار هنا طريق، هتختار الطريق ده اللي هو مين؟ اللي هو الداون. تمام. ليه بتختار الداون؟ لان اول حاجه انت بتجيبلها في الماكسمايزيشن ان هو تعمل ايه؟ انك انت تعمل داون. تمام. فالداون على ايه؟ فالداون على ايدك الشمال، فانت هتنزل هنا للداون. تمام. 5 و6، وصلت للستة، الستة ماتت فارجع للي جاب لها. الخمسة ماتت، ارجع للي جاب لها اللي هو الاثنين. هل الاثنين لسه عندك حاجة تاني ما نفذتهاش؟ اللي هو المين؟ اللي هو الرايت. فانت تنزل للرايت، تنزل للستة. خلصت الرايت هتشطبها 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 هتشطبها. تمام، اللي هو هنا. تمام، اللي هو هنا اول حاجه بتجيب لها الماكسمايزيشن. فخلاص اول ما بتخلص بترجع للي جاب لها وبتشوف هل في حاجه تانية انت ما نفذتهاش ولا لا.